يا إلهي، أهل ضيعتي بيعملوا المعكرونة الليبي أكثر من الليبيين نفسه. تحية للليبيين وتحية لأهل ضيعتي. يلا نعمل المبكبكة الليبي. طبعا المبكبكة بدها نار. بنحمي مقلي الفخار على النار وبننزل عليه لحمة خروف. بعد ما أخذت اللحمة هذا اللون رح ننزل عليها بصلتين كبار مقطعين جوانح. فيكم تستخدموا نوع اللحمة اللي بتحبوه، فيكم تكبروا قطع اللحمة أكبر من هيك. إذا مر شهر ما أكلنا فيه معكرونة ليبي بنحس ناقصنا شيء. وإذا بدنا نعزم حدا غالي على الغداء بنعزمه على معكرونة ليبي. وهلا رح نترك البصل يدبل. البصل لازم يكون كتير، هي الأكلة بتحب البصل. البصل دبل منيح وهلا رح ننزل زيت نباتي. زيت نباتي حصرا. وما بنكتر الزيت، هي الأكلة ما كتير بتحب الزيت. اللحمة اللي استخدمناها كمان فيها شوية دهنة وهلا رح ننزل قرن فلفل يتقلى مع الزيت. وبعد ما قليناهم شوي بالزيت رح ننزل حبتين بندورة مقطعين بهذا الشكل. ومن بعد شوي عن الدخنة نزلنا حبتين بندورة صغار أو حبة كبيرة بننزل. وهلا بعد ما دبلت البندورة رح ننزل 3 معالق كبار من دبس البندورة. حركناهم شوي بدبس البندورة وهلا رح ننزل عليها لترين من المي المغلية. نص معلقة من دبس الفليفلي شغل ايدنا، او فيكم تستبدلوها بالفليفلي البودرة، طبعا الحرة، اصول هي الاكلة تكون حرة. وهلا رح نبلش نضيف بصلة على حالها، قرن فليفلي حد، اكليل الجبل وحبق يابس. البهارات اختياري، فيكم تضيفوها او لا. انا رح اضيف شوي من الفلفل الاسود وشوي صغيرة من الزنجبيل وحبة ثوم كبيرة او حبتين صغار، حبتين هال وملح. وبس تغلي بنوطي النار شوي وبنغطيها وبنقلها روحي لتتعقد منيح. هلا صار وقت ننزل المعكرونة. وهلا رح نهرس 4 حبات ثوم مع قرن فلفلي وحبق اخضر. ننزل الثوم والفلفلي والحبق، بنحرك وبنتركها 10 دقائق. هيك اكلتنا صارت جاهزة. الريحة مو طبيعية يا إلهي. شوفوا لي البكبكة على قولة اخواتنا الليبيين. وهلا رح نسكبها. يا إله، نشرب معها عيران أو كولا. اكتبوا لي إذا مجربين المبكبكة من قبل، اكتبوا لي إذا بتعرفوا حدا بيطبخها أطيب من طبختي. ما في أكيد. صحن الخضرة هاد كتير ضروري، خصوصا البصل الأخضر معه. شوفوا لي اللحمة دايبة دوبا. وإذا بتحبوا فيكم تعصروا عليها ليمون. هيك بيكون فيديو اليوم خلص. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم. بحبكم كتير. باي.